بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاصل ونواصل. هي من أطيب خلق الله، إلا ما دويتيهاش ما تدويش، وإلا ما نوضتيهاش ما تنوضش، وإلا ما عصبتيهاش ما تعصبش. وهذا هو الدور ديالنا اليوم معنا النجمة المغربية نجاة الوافي. غادي نحاولوا أننا نعصبوها ونشوفوا هذه الحلقة فين غتخرج. غير الله يسر ودعوا معنا. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيفه وكيعلموها انها غتحضر معنا البرنامج جوابك لويز، وهو برنامج مسابقات خفيف من خلاله كتربح الضيف الجمهور الحاضر في البلاطو. الضيفه كيسحب اللي غادي تشارك في برنامج عادي. اللي ما عرفاش ان المتباري اللي معاه فاتي جمالي والجمهور الحاضر ديري اليد مع مراد باش يعصبوك، والسموحات من دابا. اهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامج جوابك لويز. هو برنامج فني يستضيف نجوم الفن والثقافه في المغرب، غادي نقشبوا ونضحكوا معاهم وغادي نربحوا اللويز. غنديروا واحد اللعبه رابح خاسر، ولكن اليوم حيت هاد الفنانين مدبرين الحركه وعندهم الفلوس، اليوم اللي غيدي اللويز هو الجمهور اللي معنا حاضر. انا فرحان وناشط لانني غادي نستضيف اول نجمه ديال هذه الحلقه، النجمه الاولى في الصف الاول وفي الكرسي الاول معايا نجاة الوافي. مرحبا بك. تفضلي. نجاة الوافي مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. مبروك عواشرك. شكرا علينا وعليكم على الجمهور الحاضر معنا لا نجاة الوافي، انت من الفنانات اللي كبرنا معاك. بزاف الناس كيقولوا بان التمثيل ديالك بارد. واش عندك مشاكل عائليه او ربما تراجع في الاداء الفني؟ كاينه مساله اذواق. ما كتقرايش شنو كيكتبوا عليك في فيسبوك؟ وقيله انا كنقرا اكثر منك. حيت حنا كنديروا فوكيس جروب وكنعرفوا شنو كاين. هذا هو الكونسيبت، هادو هما الاسئله اللي غادي ما عجبوكش؟ لا ما عجبونيش. فاصل ونواصل. لا ماشي بالضروره يعجبوك، حنا كنسولوا. انا كندخل لواحد الكونسيبت اللي غادي يعكس شكون انا، اما كونسيبت اللي بهذا الشكل هذايا ما. حيت هذا البرنامج هذا غيعكس شكون انت. هادو اسئله ربما تجاوب. هذا كيعكسك انت شكون انت يا مراد. لا حيت هادو اسئله عاديه بانوا ليا. لا يقدر يبانوا لك عادي لان انت ما كتشخصش العالم، انت بوحدك، انت كتشوف من منظورك ومن زاويتك. وهاد الاسئله هذه بالذات يعني ما جاتنيش كتبين على ان كاين اجتهاد فيك انت. لا كاين اجتهاد، وبحال انا بحال المرايه ديالك. الا ما عجبكش الحال ماشي مرايتي، ما يمكنش. انت مرايت راسك. نسولك على الجديد ديالك. نسول على اي حاجه غير ما تبسالش، فهمتيني؟ خذ راحتك. انا باسل. لا انا ما تنقولش انت باسل، تنقول ما تخليش الكونسيبت يبسال. شنو الخطا اللي درتي في حياتك؟ كنصوروا دابا؟ لا ما كنصوروش، انا سولتك باش بيني وبينك. واش نصوروا ولا لا؟ اللي بغيتي. مراد الله يخليك، الاسلوب الاستفزازي ديالك خليه عندك. حنا عطيناك معلومات صحيحه، بارطاجيها مع السيده وخليها تقول رايها. ما هادو ما اسئله ما والو اللي عطيتيني. مراد طولتي يا صاحبي، طولتي بزاف. تدخل لي انت في الكونسيبت ديالي. هادشي معصب بحال هكا. اختي نجاة نكملوا عافاك الله يرحم لك الوالدين. نكملوا. ما كاينش الغوات. غوات بحال هكا راه كاع كنعرفوا نغوتو، اسهل حاجه هي نغوتو. واش تفهمتي انت وليكيب ديالك ولا غنكملوا؟ لا غندخلوا للضيف ونكملوا ليميسيون. هو الضيف فين هو الضيف؟ انا بان لي تا ضيف. يلا عافاك ندوزوا للضيف. عافاك تفضلي اختي. لا كاين عافاك. الا كان الضيف عافاك دخلوا. شكون غيجي دابا؟ عافاك شكون اللي غيجي دابا؟ سمعتك. يلا 3 2 1 اي. الضيف الثاني في هذه الحلقه من بعد النجمه المغربيه نجاة الوافي معايا فاتي جمالي. مرحبا بك. تفضلي. لاباس عليك؟ فاتي جمالي مرحبا بك. بلاتي باردون غير ما بقاتش ليا الميكرو. باردون. شكون يقاد ليا؟ مراد عافاك واحد الدقيقه. شنو ما شرحتيش ليا الكونسيبت ديال البرنامج. كيفاش نشرح لك الكونسيبت؟ اش من كونسيبت؟ ما في خباريش انا حتى دخلوني بوغ موا انا كاينه بوحدي. نو كيفاش كاينه بوحدك؟ السيده راه جات قبل منك. وباش تحميو الطرح شعل العوافي مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش. وبالعاني خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي يتسمع وتزيد تشعل. وشرحتي ليا؟ انا شرحت لك. لا المشاكل بزاف في البلاطو الدراري.
هاد المره ملي تعيط لي زانفيتي عرفت تشرح. لا نجاة نكملوا عافاك. غير مشكل تقني معاه نكملوا. لا راه وقيلا نسيتو بانه الميكرو محلول راه سمعنا. كوب عافاك كوب. مراد راه الا بقيتي تغوت بحال هكا راه غنمشي انا. ماشي معاك اختي عندي مشكل، انا ما عنديش معاك مشكل نهائيا. ما تبقاش تغوت بحال هكا حيت انا ما تنستحملش بحال هاد سميتو هادي سي اون بريسيون بور موا وانا ما نقدش عليها. يلا 3 2 1 اي. ودابا جا وقت الضيفه الثانيه في هذه الحلقه، معايا ومعكم فاتي جمالي. تفضلي فاتي جمالي، مرحبا بك. شكرا ربي يخليك. شنو رايك في الاداء التشخيصي الباهت اللي كدير فاتي جمالي؟ انا كنعتبرها فنانه شنو ربما كدير شاو في الاعمال ديالها. لا ما فهمتك شنو كتقصد. اداء شنو؟ الاداء انا بالنسبه لي انت من الفنانات اللي اعتنبتوا في الساحه الفنيه. شنو ظهر لك؟ لا واش كتهضر منيتك؟ هذه هي الاسئله. لا سولتك سؤال. لا شويه ديال الاحترام والله، حشوم هادشي اللي كدير وما تسولناش اسئله تافهه بليز. لا عافاك، احترمي راسك شويه. انا احترمي راسك شويه والله، احترمي راسك شويه فاتي. حيت انا محترمك وجايه عندك ومكبره بك، اما تجيبني باش طيح بيا وتبهدل بيا نو سي با بوسيبل. لا غطرح اسئله مقاده ولا توحده فينا ما تبقى. حيت فريمون مراد اخويا هادشي ديالك ما سميتو ما يمكنش فنانه دارت اعمال ودا تقول لها ديك الهضره ما كتقالش. اش من اعمال دارت؟ حتى وحده فينا ما عارفه اش دارت وكل شيء. جمالي عارفين اش كدير. كيفاش اش كدير؟ واش انت باغي الرويده السكر؟ لا واش دابا دي حلقه باغي دوزها انت في رمضان من نيتك زعما شنو هي؟ لا كنسول. لا شوف، اما غادي تهضر هضره مقاده ولا غتخلينا نمشيو بجوج بينا. وباقي يلاه جلسات قلتي لها الاداء الباهت وانا قلت لها هي، ما قلتش لك انت. لا وانا هي كيما الا احترمتيها راه احترمتيني، ولا ما احترمتيش راه ما احترمتينيش حتى انا. لا انا كنحترمك انت. لا تي با نورمال والله. يلا 3 2 1 اي. لا عين ما غنبداوش. يا اما غتقاد هذاك الشيء ديالك ولا غتخلينا نمشيو، حيت لا غطيح بيا ولا غطيح بها. والا بغيتي دير بحال هاد البساله هادي غديرها بوحدك. لا ما تقوليش لي بسال. لا وصافي يا مراد، واحد من قبيله وانا كنصبر لك اصاحبي وانت جالس زايد فيه ما تقوليش الريا يلاه دخلات. ما تقوليش لي بساله. لا الا غيزون مراد سا سفي با. صافي فريمون شوف عاود الاسئله عاد غنكملوا معاك. علاش نتوما حاسين براسكم؟ كيفاش حاسين براسنا؟ كتحسوا براسكم بحال اللي واعرات وانا اللي ضعيف قدامكم؟ حاشا خويا. علاش محتقريني؟ علاش؟ لا حاشا بالعكس، انت عارف حنا تنحبوك وتنحترموك، سينو ما نجيوش عندك. وحنا راه عرفنا بان المنشط هو المراد العشابي، دونك سكيفي كون ما كانش ليك احترام ما غاديش نجيو. فهمتي؟ انت الغلط اللي درتي هو انك ما درتيش معنا باش تقد معنا، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين. حتى ماشي بالضروره انا بغيت ندير لكم مفاجاه، عنصر مفاجاه. لا بالعكس انا عزت عليا فاتي مزيان اللي لقيتينا، غير لان انت حرجتيها في الاول حتى جات دخلت لقاتني، دونك من حقها انها تعرف. هي قالت لي بعدا، نقولها قدامها، هي قالت لي بعدا علاش سبقتيها. انا قلتها لك. قلتيها ليا ناري دي غراف والله. لا عفا كوب، علاش كتنافقي فاتي؟ واش كتهضر من نيتك؟ نجاة انا راه عندي نيشان. لا قالت لي لا شوف واخا تبغي دير بحال هادشي هي من حقها تقول لك ودي انا بغيت نكون بوحدي. حتى انا كون مثلا كنت انايا في بلاصتها. هي قالت لي شكون هي تتسبقها. انا لا مراد انا هادشي ديالك وتلاقيت سلوكه ما عنديش معاهم. لا احترمني. لا انت قلتي لي انا سبقني، ما تسبقهاش هي الاولى، دخلني انا الاولى. وسيبوزون كاع يقولها لك كاع شي حد، كنتي تستاهل غير احترم السيده اللي جالسه واحترم. خليها ما فتينا بها دابا والو، حنا كنصوروا علاش تقولها لي في وجهها؟ وتوت فاصون من حقها، توت فاصون كل واحد. اقسم بالله ما قلتها والله اختي لا الدنيا هانيه، من حقك انك الا بغيتي دوزي بوحدك دوزي بوحدك. تي غراف. نسولك سؤال اخر، قول لي الراي ديالك في نجاة. علاش غتسولها رايها؟ حيت سولتها في الكواليس. ما غتجاوبش على هذا السؤال. لا نفرشوا كل شيء حنا. علاش غنفرشوا حنا في البرنامج؟ حنا جينا البرنامج هذا نفرشوا، اش غنفرشوا؟ وعلاش كنبغيو ندركوا حنا في الكواليس باش نبانوا زوينين قدام الكاميرا؟ سيدي رايها فيا، الا كنت انا ما تنعجبهاش سوق هذاك، الا كنت ما كنعجبكش انت سوقك هذاك. لا انا كتعجبيني غير كنحرجك، مي هي كتقول لك هكا. ما قالت لي والو، هي قدامي ما قالت لي. لا جاوبيني دابا حيت ما تقدرش تجاوب. واش كتهضر من نيتك مراد؟ لا قولي لي. وفاء اقسم بالله ما انا نجاة. لو كتقصدي انت هذا الشيء راه سميتها نجاة الوافي. صافي تسميتها ما حافظاهاش. عادي جدا، زلت لسان مراد اخويا، غداو تعصبوا فينا بلا والو. عرفتي كهربتوني والله الا كهربتوني اخويا. ان توكا فاتي سما في لا ما عرفتش، انا ما عنديش مشكل. ما غاديش نجلس اخوان سمحوا لنا. انا جات ما كنهضرش معاك انت. انا جات. لا اسمح لي، لا ما نقدرش. فات اخويا حدو وبغيتي. ما كنهضرش معاك. لا سير اخويا مراد الله يعاود. لا جات ما كنهضرش. كنعتذر وكنعتذر ليكيب. فيها مراد.
فين هذا الولد اللي كيدير الميكرو؟ خويا مراد انت يا اليوم ماشي ديال التصوير، خذ راحه اليوم سير ترتاح. ما بقيتش صالحه ليك انا باش نصور بيا حلقه. عندها الحق مراد. صافي ما نقدرش نصور في ظروف بحال هكايا. واش انا اللي بكيت؟ لا انا ما عنديش مشكل، علاش كتبكي دابا؟ مراد الله يرحم لك الوالدين، علاش دابا مراد الظروف ديال التصوير بهذا الشكل هذا ما كتمثلنيش وما يمكنش نكون فيها انا. وكيف ما ديما شعل العوافي كيشعل العافيه وكيقلب كيفاش يطفيها. مراد قنع الضيفه ديالو انها ترجع وتكمل البرنامج. ما غتبدا تتوجد شنو غادي تقول. والله عمرني ما طحت في شي موقف بحال هكا اقسم بالله. قبل ما نقول هذا السؤال، قبل ما نقول لك السؤال، نقول لك السؤال. كيقولوا عليك ادائك بارد في التمثيل وغير المعارف والسنطيحه اللي مخليك حاضره في الميدان، شنو تقولي لهم من غير شكرا؟ حنا تنقولوا الله ينعل الرقاص اللي بيني وبين جمهوري الحبيب. اذا كتسبيني على انت ما سبيتيهاش بهذيك الجمله اللي قريتي؟ على ما كنتي شغلك؟ شغلي. واش الاداء ديالك ما فيش سنطيحه؟ ما كاينش اللي عنده السنطيحه واقيلا بان لي في الميدان ديالنا قدك انت، فهمتيني؟ ما تعايرينيش الله يرحم باك. ياك ما غتنفجر عليا انايا مراد. جيت عندك حيت كانت عندي صوره اخرى، ودابا يا غتكمل البرنامج ديالك بوحدك لان هادشي ديالك باسل وما نقدش عليه انا. كتسبيني في وجهي، ما تعايرينيش الله يرحم باك. دابا يا الا تعاود تضرب بحال هكا ما تعايرينيش. واش هذا حماق ولا مالو؟ وكثرتي عليا بزاف. لا انت كثرتي عليا بزاف. ما تهزش حيد من حدايا. لا ما كثرتيش، حيد من حدايا. لا كثرتي عليا بزاف. ما تهزش يدك على المراه اول حاجه. حشومه عليك تخسري لي ليميسيون ما يمكنش انت تكون بهذا الشكل هذايا، والله ما يمكن. قليل الاداب وباس لو كونسيبت ديالك زيرو، وضيعت معك شوف شحال من ساعه وباقي ما بغيتيش تفهم بانك مع واحد الطينه وحده اخرى بزاف عليك باش توقف حدايا وباش تستجوبني. قليل الترابي. زول يدك. نجاة كنتي معنا في كاميرا خفيه. نجاة انت عزيزه عليا، نجمه مغربيه كنحترمك. لا اسمحي لي. لا لا تصيد صاحبتي، لا تصيد. او ماي جاد. صافا انت معاه انا معاه. النجمه المغربيه نجاة الوافي، ماشي انا اللي بغيت نطلع لك الطونسيون ونعبر درجه التحمل ديالك. اول واحد هو هذا الجمهور هذا. ثاني حاجه فاتي جمالي راه معنا في الطاقم ديال البرنامج. الهدف ديالنا اننا نطلعوا لك الطونسيون ونشوفوا درجه التحمل ديالك. اسمحي لنا اننا تعدينا عليك، انت نجمه مغربيه متالقه على الراس والعين وكنفتخروا بك. وتحيه النجمه المغربيه نجاة الوافي. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيف. يوم سنها طويل وعندها الحميه في الانستغرام، وانا متاكد مليار في المية غادا غتخرج من هنا غتمشي تضرب لي الطر وغادا دير عليا كاع هاشتاغ وغادا تشوهني مع العادي والبادي. اليوم الضيفه ديال هذه الحلقه هي النجمه